حديث أم حرام هذا فضيحة للديانة البكرية هو بنفسه، لأنه يهتك رسول الله صلى الله عليه وآله، يسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويثبت أن رسول الله نعوذ بالله اختلى بامرأة أجنبية وهي أم حرام هذه، وبات عندها ونامت بقربه، وكانت تفلي رأسه. تفلي رأسه يعني أجلكم، يعني يجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، قمل بروسهم مو برأس النبي صلى الله عليه وآله، على أساس حسب دعواهم أنه شعر النبي رأسه كان مليان قمل نعوذ بالله، قمله، وكان تفلي الرأس يعني تطلع القمل يعني من الرأس نعوذ بالله. كفر يا أخي، هذول الناس شنو أقول، واحد حقيقة يحترق قلبه لما يشوف هالأحاديث في صحاح في سننهم، ويجي الكفرة المستشرقون اليهود والنصارى والملحدون يستدلون بها علينا، يحاولون أن يسيئوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا كان وسخ، يعني نعوذ بالله نعوذ بالله. نقول الكفر ليس بكافر، أنه يعني ما كان يسبح، ما كان يتنظف اللي هالشكل قامل براسه. شايف شلون؟ هاي مشكلة. شنو هو رسول الله كان محتاج؟ يعني عندهم أحاديث عن عائشة أنها كانت تفلي يعني شعر النبي. والمصيبة هذه أم حرام اللي هي مرأة أجنبية، كيف كانت تصنع هذا؟ كانت تضع رأس النبي في حجرها. هذا أي نبي هذا؟ أي نبي هذا؟ قل لي بالله عليك.